مصر لما تعزز قدراتها الهجوميه وترامب اما يساعدها كيف ده خالف؟ موقع جينيس خلوف اما يقول لك ان مصر بقى عندها طيارات ميج 29 اللي لما تتزود بالوقود وهي في الجو، وكمان اما يسال مصر جايبه الطيارات دي ليه؟ يبقى المدى بقى اطول، يعني كده بقى عندك هدف بعيد يا خلوفي، لان اسراء في وشنا اقرب من محطه بنزين توتال اللي في صلاح سالم، لكن الهدف البعيد هم اصحاب السد اللي بيننا وبينهم 1500 كيلو. بالمناسبه دي نفس المسافه اللي بين اسراء وجيران، عشان كده هم مش مرتاحين ان مصر بقى عندها نفس السلاح اللي عندهم. اربط ده كله بقى خلوفي بكلام كرومب من كام يوم لما قال لك ان تمويل السد ده كان تصرف مش محسوب مننا، والمفاجاه ان هو امبارح قاعد في لقاء طلع من غير احم ولا دستور واتكلم تاني عن مصر وسد النهضه، وقال لك ايه بقى ان السد ده خطر على حياه المصريين، وان الموضوع ده كان لازم يتحل قبل بنى السد، لكن خلاص اتبنى بس احنا هنحل الموضوع ده قريب. ايوه يعني الكلام ده هتبعت له جواب انذار هتجيبه من ودنه وتشده، كل الكلام ده مش هيغير حاجه على ارض الواقع. حط بقى ده كله يا خلوف على بيانات الخارجيه المصريه لما تقول لك ان احنا استنفذنا كل سبل التفاوض، بقى لنا 12 سنه ما نتفاوض، كل ده ما ياكد ان نهايه السد قربت. وطبعا يا جماعه دي مش معلومه، المعلومه الحقيقيه عند القوات المسلحه والقياده السياسيه، احنا يا دوب ما نربط الاخبار ببعضيها ونحلل ونستنتج. لكن السؤال بقى هنا يا خلوفي، لو امريكا ساعدتنا في موضوع سد النهضه يا ترى هيكون ايه المقابل؟ اعتقد المقابل اللي هم عايزينه كلنا عارفينه، بس في الاخر الرئيس جالها حدود مصر خط احمر، ده بعينك يا كرومب انت والنيتن. يلا بنت هو مستني يدعم العمده واشترك في قناه اليوتيوب واعمل فول صفحه الفيسبوك، واللي يجي على مصر يستاهل زخف عمدتها شيروا له وابعتوا له.